السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دعاء فتحي لفرش منزل الزوجية بلمسة عصرية، والنهاردة معاكم من محافظة الغربية. وهنا كده باب شقة عروستنا عملنا لها طوق جميل كده مكتوب عليه: لقد بني هذا البيت بالحب. أول ما ندخل شقة عروستنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك للعروسين يا رب، ربنا يسعدهم ويهنيهم بكل شبر في بيتهم. اما بالنسبة للباب التاني ده فهنا ده الباب الخاص بالريسبشن او مدخل الضيوف، والباب اللي احنا هندخل منه ده اللي بيدخل لاهل البيت عموما، ده الباب الرئيسي. بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. اول ما ندخل موجود معانا صالة كده، صالة توزيع تفرق ما بين الجزء الخاص من الشقة والجزء الخاص بالضيوف. موجود هنا في الصالة دي كده زي كونسول زي ما انتم شايفين، وفوقه مراية. ده شكل الكونسول في بداية الفيديو. لو انت اول مرة تتابعيني، اول مرة تشوفي قناتي، انا دعاء بفرش عرايس. اتمنى ان شاء الله ان المحتوى اللي بقدمه يعجبك. ما تنسيش تحط اللايك وتشتركي في القناة لو انت مش مشتركة، وتفعلي الجرس علشان يصل كل ما هو جديد في شغلي شقق العرايس. هنا كده ده شكل الباب اللي احنا دخلنا منه حالا. ندخل بقى على الجزء الخاص بالضيوف اولا، وبعد كده نكمل مع بعض باقي الشقة. هنا بسم الله ما شاء الله الجزء ده منقسم كده لثلاث اقسام: السفرة والصالون وركنة، وطبعا موجود معاهم الانياش. ده الباب اللي على يميننا اللي احنا قلنا ده اللي بيكون خاص بمدخل الضيوف، اللي يعزل الجزء الخاص بالشقة. بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. لونه كحلي برضو الملكي، ده الازرق الملكي زي ما بنقول، بجد فعلا بيدي رقي وفخامة جدا في المكان. بسم الله ما شاء الله. هنا ده شكل الصالون، وهنا في الجزء ده موجود ركن حرف ال مزودة كده ببفات معاها برضو عشان لو في عدد كبير من الضيوف. هو زي ما قلت لكم الجزء ده كامل للضيوف، يعني ده مش الليفينج روم بتاعهم، هما ليهم ليفينج روم منفصل تاني. هنا موجود شاشة، وده شكل الجبسن بورد والنجف. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. وهنا كده الترابيزة حاطين عليها طبق التسالي ده او طبق الكحك والبونبونيرة، وعملت لها المفرش شكل فيونكة بالشكل ده. اما هنا على ترابيزة الشاشة وزعنا بعض الشمعدان والانتيكات وشيالة الكحك لان كانت عالية، فحطيتها هنا على ترابيزة الشاشة بحيث برضو ما تبقاش عالية قوي على الترابيزة بتاعت الركنة او ترابيزة الصالون. ندخل مع بعض على محتويات الانياش. وهنا معانا قطعة نيش كده زي دولاب الفضيات او قطعة نيش واحدة. في ناس بتعتمد القطعة دي هي الاساسية، بس هنا عروستنا كانوا جايبينها قطعة كمان زيادة علشان ما شاء الله حاجة اللهم بارك. فانا اعتمدت ان انا احط فيها كل الحاجات اللي انا حابة اظهرها وقيمة وشيك قوي، علشان ده المقابل للصالون وجنب الركنة. اول رفة حطيت لها فيها القارورة المزينة بالشغل الهاند ميد ده، وفي الجوانب الكاسات اللي هي فيها الوان الطيف كده زي الجنجا. وتاني رفة حطيت فيه القارورة السيلفر دي كريستال، دي قارورة بوهيمي، ودخلت برضو معاها كاسات كريستال بوهيمي في الجوانب. اما الرف اللي بعده حطيت فيه طقم الخشاف الشغل الهاند ميد اللي واضح قدامكم ده، ودخلت معاه في الجوانب طقم الكاسات بوهيمي. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. اخر رف معانا حطيت فيه طقم الشاي والجاتو اللون الاسود اللي مطعم بالشغل الجولد ده، والادراج حطيت فيها صواني التقديم. وهنا الجزء بتاع النيش ده كده خلص. نكمل مع بعض. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. شقة عروستنا ادعوا لها دعوة حلوة من قلبكم، ربنا يسعدهم ويهنيهم بكل حاجتهم وبيتهم، اللهم امين. هنا كده موجود معانا الصالون مكون من 2 كنبة وجزء كده زي البانكت كبير و2 كرسي. بسم الله ما شاء الله. هو ماتشنج ما بين اللون البيج واللون الكحلي او الازرق الملكي. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. ده شكل الصالون. ولو وصلتوا معايا من الفيديو لحد هنا اتمنى تكونوا حطيتوا لايك وكتبتوا كومنت بدعوة حلوة للعروسة ورأيكم لحد الآن. ونكمل مع بعض علشان نشوف السفرة وقطعة النيش التانية. هنا دي السفرة مكونة من 6 كراسي. بسم الله ما شاء الله. الجزء ده زي ما قلت لكم هو جزء كامل خاص بالضيوف، وموجود هنا كمان في الجزء ده الحمام بتاع الضيوف. العروسة كانت جايبة رانر صغير كده للسفرة حطيناه، و2 شمعدان
وطبق فاكهة. اما هنا ده النيش بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، هو كعرض وكارتفاع كان حجمه كبير ما يعادل النيش والبوفيه كمان ما شاء الله ولا قوة الا بالله. فطبعا هما يعني الحجم بتاعه كبير فما كانش له لازمة وجود البوفيه، فعلشان كده حطينا فيه طقم السفرة اللي هو طقم العزايم طقم الصيني وباقي الكاسات وطقم الاركوبايركس. انا بحاول اوريلكم كل الحاجات كده من الجزء اللي باين من النص ده لان انا اهتميت بيه برضو لان هو واضح وباين، بس كنا بنرصه من الجنب. نفتح بقى وحدات النيش الظرف ونشوف رصيناهم مع بعض ازاي. ده شكله كده من الجنب ده. طبعا هو الرف رف كبير واسع على بعضه. فوق كده وزعت اطقم كاسات في الرف كامل، سواء الناحية دي والناحية اللي قصادها. فصلت بالنص كده بكاسات سادة لان كان معايا اللي في الجوانب دول ملونين. الرف اللي بعده حطيت منه جزء من طقم الشاي والجاتو وبعض الاطباق وطقم القهوة بتاع الطقم السفرة. ان شاء الله زي ما قلت لكم هو الرف واسع فياخد معايا كتير. اما هنا الرف ده حطيت فيه طقم الشربات ده مع اطقم كاسات، وحطيت برضو طقم شربات في النص وفيه طقم شربات في الطرف فاخد معانا 3 اطقم شربات مع الكاسات. وهنا باقي الطقم الصيني زي ما انتم شايفين واضح قدامكم بسم الله ما شاء الله، وشكل ورقة شجر كده كان مميز وجميل. اللهم بارك، ربنا يا رب يسعد عروستنا بكل حاجتها. اما الرف اللي في تحت خالص حطيت فيه طقم الاركوبايركس ده، وفي العادي انا بحطه في البوفيه بس هو النيش معانا هنا ياخد مساحة فانا حطيته من تحت خالص وحطيت معاه طقم شوربة. هنا الستارة دي محطوطة على باب الحمام. الحمام هنا حمام الضيوف، الباب بتاعه زجاج، انا فتحته بس ما بانش في التصوير. وكده الجزء الخاص بالضيوف كامل معانا خلص. ندخل بقى مع بعض على تفاصيل شقة عروستنا من الجزء الخاص. بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. زي ما قلت لكم دي الصالة اللي بندخل منها من الباب الرئيسي. ندخل بقى على الجزء ده هنا بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. موجود على اليسار كده الجزامة، طبعا هي قريبة كده جدا لباب الخروج باب الشقة يعني. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. هي مساحات في الشقة هنا اللهم بارك، ربنا يوسع عليهم كمان وكمان. المساحات واسعة وجميلة وفي مساحات كتيرة يعني. هنا بقى دي غرفة الليفينج روم، فيها ركنة كبيرة بسم الله ما شاء الله حرف يو كده زي ما انتم شايفين باللون الكشمير، وعاملين ماتشنج مع الكوشن مع الكافيه. وطبعا ده نسقوه برضو في السجاد. وهنا موجود طبعا شاشة. وده شكل الترابيزة، وحطيت طبق تسالي كده مع علبة المناديل. نشوف اول مع بعض غرفة النوم. هنا ده شكل الغرفة بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. ده شكل السرير، وفي الاخر كده موجود بانكت، وعلى اليسار موجود شيزلونج. هنا ده شكل الجيبسون بورد. اما هنا كده موجود التسريحة، وعملنا لها البرفيوم كده في صواني خاصة بتكون للبرفيوم. وطبعا الميك اب وزعناه في منظم الميك اب. وهنا موجود العسكري او الشفونيرة بتاع غرفة النوم احنا بنقول عليه بالمسمى ده. هنا بقى موجود الدولاب ما شاء الله ضرفتين كبار. هنشوف تفاصيله طبعا مع بعض، وما تنسوش تقولوا لي رأيكم في التعليقات. فوق كده حطينا الملايات في اول ضرفة كده زي ما انتم شايفين، من تحت كده اللبس الصيفي البيتي. والجزء اللي فايض للتعليق ده للعريس اللي فاضله من الدولابين. هنا كده اللبس الصيفي بتاع العروسة بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. وفوق كده الملايات والكوفردات، وحطينا في الجوانب فوط للاستخدام. وفي رف العريس كمان استخدمنا حطينا فيه فوط للاستخدام. وباقي الشماعات دي للعريس. وهنا جزء كده من لبس الخروج بتاع العروسة، وتحت منه كروسات وشنط الخروج. وباقي لبسها كان في غرفة الأطفال غير ما في الدولاب ده اللهم بارك يا رب. هنا كده حطينا لها فوق البطاطين زي ما انتم شايفين موجود معانا 3 بطاطين. وفي الجنب هنا كده في الأرفف دي حطينا اللبس الشتوي البيتي زي ما انتم شايفين. ايه رأيكم في الترتيب والمقاسات وتنسيقات الألوان؟ اللهم بارك يا رب، اللهم سعدهم اللهم امين. كده تفاصيل الدولاب ده معانا خلصت.
ندخل بقى مع بعض على غرفة الأطفال، ربنا إن شاء الله يرزقهم فيها بالذرية الصالحة. عايزة اقول لكم هنا جنب الحمام موجود مكان كده فيه الغسالة والصرف بتاعها، وفي جنب كده زاوية لوحدهم والكولدير. وهنا ده الحمام اللي هو الماستر، الحمام الأساسي بتاع الشقة. موجود فيه طبعا بانيو مساحة اللهم بارك كبيرة وحلوة قوي. قلت لها أحلى حاجة في الحمام ده إن يغسل فيه السجاد يعني. هنا ده باب المطبخ، وجنبه كده باب غرفة الأطفال. ندخل على غرفة الأطفال ونختم بقى مع بعض بالمطبخ. هنا الغرفة بسم الله ما شاء الله الغرفة كاملة. هنا الاتنين سرير وما بينهم كده الكومود، وموجود تسريحة على اليمين، موجود فيها كده مكتبة ديكورية. ومن خلال الفيديو عايزة اقول لكم ان احنا فتحنا حجوزات لحد 6 شهور قدام. فلو عايزين تحجزوا تقدروا تدخلوا على صفحتنا على الفيسبوك باسم دعاء فتحي، او صفحتنا التانية باسم فرش منزل الزوجية بلمسة عصرية مع دعاء ان شاء الله. عايزة اقول لكم الحجوزات المفتوحة لمدة 6 شهور دي بتكون لمحافظة دمياط محافظتي، اما حجوزات السفر بتكون قبل الفرح بشهر. بنكون مخصصين لهم مواعيد وبناخد اعداد محدودة جدا، فبتكون قبل الفرح بشهر فقط. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. هنا شكل دولاب الاطفال طبعا بنستخدمه في المفروشات بقى بتاعة الاطفال، والمفروشات الزيادة من فوق كده حاطين الملايات، وفي النص كده بطانية دفاية. طبعا نسقنا الوانهم زي ما انتم شايفين. وهنا كده الدفايات بتاعت سراير الاطفال. اما هنا بقى وزعنا بعض الفوط، وطبعا كنا حاطين في الدولاب التاني. وهنا كده كوفرتيات ودفايات برضو. وهنا من تحت هنا الالحفة الفايبر. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. والناحية التانية في الضرفة دي حطينا برضو باقي البطاطين وباقي المفروشات. والشماعة هنا استغليناها لباقي لبس العروسة بقى الصيفي الخروج، لان هي كانت حابة ان هي تحطه مش عايزة تشيله، فحاولنا ان احنا نستخدم كمان المكان ده. وباقي الارفف استخدمنا فيها باقي المفروشات زي الكوفرتات والدفايات. اتمنى يكون الترتيب والتزيين واظهار مفروشات العروسه بطريقه مرتبه وشيك يكون عجبكم. وعايزه اقول لكم ان انا بعمل فيديوهات تعليميه لكل حاجه بعملها في شقه العروسه، موجوده على صفحتي على الفيسبوك وعلى قناه التيك توك، علشان لو حد مش متابعني هناك ممكن تتابعوني في المنصات التانية دي كمان. ندخل بقى المطبخ بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. والمطبخ برضو مساحته كويسه جدا اللهم بارك. فعملوا المطبخ كده حرف ال من ناحيه كامله، وموجود كده بروفايل ليد. حبيت ان انا اصور لكم بيه في البدايه، وبعد كده نزود الاضاءه عشان نشوف كل التفاصيل. هنا كده ده البوتاجاز. وهنا كده على الكاونتر اقرب حاجه للبوتاجاز حطينا طقم التوزيع وطقم التوابل. وهنا كده الجزء بتاع الكوفي كورنر ففي الكاتل والمجات وطقم المشروبات. وهنا كده الفرن الكهربائي. طبعا جنب الحوض هنا بنحط السكاكين بيكون افضل مكان ليهم. وهنا كده موجود ارفف ديكوريه حطينا عليهم الزرع ده. اما هنا ده وحدة نيش كده في المطبخ، حطينا طقم خشاف من تحت وفوقه اطقم كاسات وشربات. فاول رف كده طقم شربات، والرف ده فيه طقم كاسات للتقديم للضيوف واستخدام. هنا ده طقم خشاف وايس كريم ورز بلبن، اي حاجه بقى شغال معاكم. اما هنا ادراج الرفايع بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. عايزاكم بس تركزوا نرتب ادراج الرفايع ازاي حقيقي بيكون على المسطره. اما هنا من تحت حطيت لها علب التلاجة وعلب غرف الطعام، والعلب عموما حفظ الطعام البلاستيك اللي بتدخل التلاجة. والواحدة اللي بعدها حطينا فيها اطباق البلاستيك بتاعة غسيل الفاكهة والخضار والكلام من ده، واطباق الفاكهة حفظ الفاكهة يعني. دول جنب الحوض مباشرة لان ده انسب مكان ليهم علشان يكون قريب لست البيت وهي شغالة. اما فوق هنا حطينا لها طقم الميلامين ده في رف، وفوق كده حطينا لها طقم شربات مع طقم شاي هو كامل كده مع بعضه. طقم الميلامين الاطباق ده قريب لايديها بحيث لو حبت تستخدم منه برضو خايفة تكسر حاجة او كده. وحطينا طقم عشا تاني في الرشاقة او المطبقية كده مع كوبايات شاي ومية للاستخدام. اما هنا كده مجات النسكافيه، ومن فوق برضو كوبايات شاي وميه، كل ده في متناول ايديها جنب ايديها في الجزء اللي هتستخدمه اكتر شيء. وهنا كده الوحده دي خصصناها للاجهزه الكهربائيه، والحاجات الاساسيه موجوده قريبه لايديها من تحت، والحاجات الفرعيات او الرفاهيات من فوق. هنا بقى من تحت
في المطبخ ماشيين مع بعض واحدة واحدة. عملنا رف للتيفال ورف تحت كده ده طقم صاج، ومن فوق هنا باقي الأجهزة الكهربائية اللي بتكمل جنب الوحدة اللي جنبها اللي في الزاوية على طول. يعني هنا مفرمة وميزان ومضرب بيض كده جنبها بالظبط، جنب الوحدة اللي فيها الأجهزة بالظبط، فيبقى كل الأجهزة جنب بعض. والرف اللي فوق ده حطينا فيه حفاظات الطعام وحاجة الرحلات عموما. اما الرف ده حطينا فيه طقم الجرانيت والطقم السيراميك زي ما انتم شايفين بالشكل ده. كل رف فيه طقم منفصل. هي ما شاء الله اللهم بارك ما شاء الله لا قوه الا بالله كانت مزوده في عدد اطقم الحلل. اما باقي الادراج هنا موجود فيها الرفايع زي ما انتم شايفين قسمناهم بالشكل ده. والرف ده حطينا فيه بقى كل الصواني الميلامين والبلانشات كلهم كده جنب ايديها. والرف ده موجود فيه الطقم اللي هو بيكون سيراميك من بره وجرانيت من جوه. هي تقريبا اللهم بارك كانت جايبه كل انواع اطقم الحلل. وتحت كده طقم الصاج اللي بيكون داخله جرانيت من جوه. وهنا ده ترول الزيت. اما ده هنا بقى موجود، احنا كده قربنا البوتاجاز خالص، فموجود معانا هنا الطاسات في رف والصواني بتاعت الفرن والقوارب في رف. ومن فوق هنا موجود طقم السمك معانا كامل وحاجات بايركس معاه بما ان هو طقم السمك اصلا بايركس. وفوق هنا بقى كوبايات كانت ما شاء الله ولا قوه الا بالله معانا زياده فرفعناهم لفوق. والعجان هنا ما دخلش في الجزء اللي فيه الاجهزه الكهربائيه فحطيناه هنا. والجزء ده كان قطعه نيش تانية كده زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. ومن تحت هنا حطينا لها حلل بقى سلق المكرونه والبطه والحاجات اللي زي كده والفواله واللبانه. هنا كده خلاص احنا كده جنب البوتاجاز، وهنا شكل التلاجة والفريزر. وبكده تكون جولتنا في شقة عروستنا النهاردة خلصت. اتمنى تكون عجبتكم. اوعوا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، وانتظروني في شقة عروسة جديدة وفيديو جديد. وما تنسوش تتابعوني على باقي المنصات. اشوفكم على خير في فيديو جديد. انتظروني. مع السلامة.